معاكم أخو أشرف زكريا. النهارده طبعا فيديو بعيد عن تدريب الكلاب وعن تدريب جالاكسي والكلام دوت. طبعا أنا بشوف ناس كلابها بيبقى عندها إسهال وبيبقى لون البراز بتاعها متغير وما بتبقاش عارفة تتصرف معاها إزاي. طبعا الموضوع دوت يعني بسبب إن أنا أطلع أتكلم عليه، أنا شفته مع واحد صاحبي شخصيا، فحبيت إن أنا أعمل حلقة برضه عن موضوع الإسهال أو حمام الكلب لونه متغير. فأنت طبعا دلوقتي لو مفيش فلوس أو الدكتور البيطري قافل وأنت في وقت متأخر، تتصرف إزاي مع الكلب بتاعك؟ طبعا في حاجتين أنا بتعامل بيهم، وحاجتين طبعا جابوا معايا نتيجة كويسة جدا يعني، اللي هو انتنان، وفي نوع تاني اسمه فلاجين، ده في منه حبوب وفي منه دواء شرب. انا طبعا يعني انا جربت دواء الشرب، يعني ما جربتش الحبوب بصراحه. فده طبعا لو كلبك طبعا جاره عمر مثلا شهرين ونص لثلاثه زي جالاكسي كده، طبعا ده تديله مثلا 3 سم، 2 سم او 3 سم بالكتير يعني. طبعا بتديها له ايه لو انت مش فاضي مثلا في شغلك، يعني كفايه مره الصبح ومره بالليل، بس اهم حاجه يكون على معده فاضيه، يعني اهم شيء انه يكون على معده فاضيه. بالنسبه لو كلب بقى حجمه كبير او الكلام دوت، ممكن انت تديله 5 سم حسب وزنه برضه، يعني ممكن انت تديله 5 سم 6 سم بكبيرك قوي برضه، مره الصبح ومره بالليل، وتكون برضك على معده فاضيه. وده طبعا بالنسبه للفيديو بتاع النهارده، وانا مش حابب اطول عليكم. وانا برضو يعني ما نزلتش فيديوهات الفترة اللي فاتت ديت، لأن كان عندي حالة وفاة يعني وكده، فما قدرتش إن أنا أعمل فيديوهات ولا أصور ولا الكلام دوت. بس إن شاء الله هنبدأ نعمل فيديوهات تاني مع جالاكسي ونصور ونبدأ نعمل السلسلة بتاع الجالاكسي. بس يا جالاكسي لأ، خد اقعد. ده طبعا أمر ست أو أمراض للكلب، لأ. وده أمر المنع يا جماعة، اللي هي تطلع عليها أقول لها لأ تنزل. جالاكسي تعالي هنا، اقعدي اقعدي، برافو برافو. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.